المغرب. انا بشيل الكاس وبروح ابو ظبي. ضامن الفوز على المغرب؟ المغرب مشروب فنجان. مشروب. الجزائر اخطر من المغرب. الجزائر اخطر من المغرب. ادم طلعت القوي فالضعيف اقدر له. مرحبا بابا. مشروب فنجان للمغرب. المغرب امير حمد الله وربعه في الجيب. في الجيب. تحداهم؟ اتحداهم. الشنب. أنتم شياطين كرة القدم يا مغاربة، مع كامل احتراماتي، بس أنتم شياطين بكرة القدم. السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناة أطلس رياكس. في هذا الفيديو غادي نشوفوا آراء الجماهير الإماراتية والعربية قبل وبعد المباراة ما بين المغرب والمنتخب الإماراتي. نشوفوا الفيديو ورجعوا من بعد. قسما بالله ما أعرف بالمنتخب المغربي هذا إلا عبد الرزاق حمد الله اللي هو أصلا كان احتياط. يا الله هارد لك للمنتخب الإماراتي، معوضين خير حبايبنا الإمارات. بس المغرب عفاريت كرة القدم، بسم الله ما شاء الله ما شاء الله على هذا اللعب وعلى بناء الهجمة. يسجل يمتى ما يريد، يهجم يمتى ما يريد. يا مغرب انا بحلم بيك، والله بحلم بيك. هيا اجحدوها يا ابناء المغرب، قول انت ما تفرحش معانا، حنحبكم بزاف يا المغرب، حنحبكم بزاف يا الرباط، يا الكازابلانكا، يا طنجة، يا مدينة وجدة. مبروك للمغاربة عربا وامازيغ. انا بحلم بيك يا مغرب، والله انا بحلم بيك، وفي النهاية انا مستنيك. طبعا انا مبسوط فرحان للمغرب عشان شخص احمد ابو رزيقة، هذا اللي فرحني في الاتحاد سنوات في اتحاد جدة. هذا حمد الله حمد الله عليك يا عبد الرزاق. للمواقف الحاسمة رجال، حمد الله أحد هؤلاء الرجال. أنا بحلم بيك وفي النهائي مستنيك. والله لو جات السعودية والمغرب في النهائي لا الدنيا نار يا أخوان والله. وطبعا انتهت مباراة المغرب مع الإمارات. هارد لك للإمارات ومبروك للمغرب. افرحوا، مسألة وقت نخلص من المنسف ونجيكم بإذن الله. نخلص من النشامة وجايينكم بإذن واحد أحد. انتظروا بس، هي كلها مسألة وقت بإذن الله. ألف مبروك لمنتخب المغربي وهارد لك للإمارات. ولكن تعالوا خلونا نتكلم. شفتوا المغرب يا اخوان يا ناس افهموا، بصف ثالث ينافس على اللقب. وانا تكلمت وياكم في فيديوهات كثيرة وقلت لكم ان المغرب ما في احد يقدر عليه، ما في احد، صعب انك تقدر على المغرب يا رجل. بالصف الثالث يسيطر ويستحوذ ويسوي كل شيء. اما بالنسبة لحمد الله من دخل غير مجرى المباراة كلها، فلذلك وامام الامارات، والامارات كلها مجنسة وكلهم برازيليين وارجنتينيين ومدري منو، فازوا عليهم وبالصف الثالث. وانا قلنا لكم بالصف الثالث المغرب بامكانه ياخذ اي خصم. بالصف الثالث هو المرشح الاول للقب. جماعه امكانياتهم صعبه، امكانيات المغرب حاله حال البرازيل، حاله حال الارجنتين، ما حد يقدر عليه. هذا لو جايين بالصف الاول حرام لا ياكلون الاخضر واليابس. فللامانه المغرب ما في احد يقدر عليه، هو المرشح الاول للقب والان الى نهائي كاس العرب. المنتخب المغربي سيطر على كل مجريات المباراة، سيطر على تفاصيل المباراة، سيطر على الشوط الأول سيطرة تامة، من حيث الاستحواذ، من حيث النتيجة، من حيث التكتيك، تسديدات على المرمى. وشنو توج هذا التعب وتوج هذا السيطرة، قلت لك بنتيجة متقدمة 1-0 على المنتخب الإماراتي. الصراحة بس الكلة، شنو هالكلة يا أخي؟ كريستيانو وطفر. المنتخب المغربي ترى للتذكير جاي لكم بالفئة الثالثة، أي نعم بالاحتياط جاي لهالبطولة كأس العرب فريق ثالث. مستحيل أدري جايين يعني استجمام، يعني هي بطولة، انتوا جايين حصة تدريبية يعني. بس سؤال المنظمين بطولة كأس العرب، انت من تيجي تخلي المنتخب المغربي بهاي البطولة، انت تدري شنو يعني؟ انت حرقت الفيلم من بدايته، لان نعرف منو البطل راح يكون بالاخير. المنتخب المغربي فاز على المنتخب الاماراتي بثلاثية نظيفة وتأهل الى النهائي.
مبروك ديما مغرب. يعني ايش تتوقع؟ جايين بالفئة الثالثة، ما ادري جايين حصة تدريبية، ما ادري هل هو عندهم معسكر تدريبي بهالبطولة، لو هي بطولة تنافسية. عافية والله، عافية المغرب والله. صباح صراحة يا اخي، البطولة اللي هم بيها الموجودين بيها تشوف رتم البطولة على مستوى عالي، فمبروك يا المغرب. مبروك علينا هذه البداية، ما زال ديما مغرب. مبروك المغرب، وصولهم للنهاية، أول منتخب الطرف الأول في النهاية بعد ما سجل الثاني على الإمارات وحسم المباراة. في انتظار الحين المنافس الثاني أو المتأهل الثاني بين السعودية والأردن. مثل ما توقعت الأردن في المغرب في النهاية، وتوقعت الطرف الثاني راح يكون الأردن. ما ادري عاد هل السعودية رأي ثاني؟ ننتظر ونشوف. لا جديد يذكر ولا قديم يعاد. المنتخب المغربي للمرة الثالثة في تاريخه إلى نهائي كأس العرب بعد أداء أكثر من رائع وفوز على المنتخب الإماراتي 2-0 في مباراة ممتعة من الجانبين. لكن المنتخب المغربي تفوق بالصف الخامس على المنتخب البرازيلي أو المنتخب الإماراتي اللي قدم مباراة محترمة. لكن المنتخب المغربي أداء أكثر من رائع، أداء ممتع بصراحة. كل الاحترام والتقدير للمنتخب المغربي والمدرب طارق السكتيوي اللي أنا بعشقه وبحبه. الدماغ اللي شغاله بصراحه. النهارده المنتخب المغربي بيقول هل من منافس؟ مش لاقي اي منافس سواء في افريقيا في العرب في العالم. بصراحه المنتخب المغربي بيجي مرعب. مليون 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 مبروك للشعب المغربي، مليون مبروك لكل المغاربه. والله من غبنه هارد لك جماهير المنتخب الاماراتي يا اخي. ليش حق الله العظيم، شكون تفوزوا علينا؟ احنا وانتو اخوان. هالهدرة ما يزينا هالهدرة. ما هكا هذا مغربي ما هكا. يا اخي انت مش وقتها. شو اللي ما هكا؟ مش كذي، ما هكا تفوزوا علينا. قهريا تدخلني انا مقهور يا عادل. والله فيني غصه وغبنه ما يعلم الله فيها. بنزل بلعن سيارتي لا تكسر راسي. مقهور يا عادل. مبروك اخواننا المغربيين، مبروك. والله زعلت يا عادل بزاف. زعلت بزاف. مباراة اقهر كانت بزاف. حرام عليكم. بس كانت في فرصة نفوز بزاف، بس راحت الفرصة بزاف. والله العظيم يا اخوان. المنتخب المغربي يلقن الامارات درس قاسي، ويلقن كل حدا قال انه هاتوا المغرب. يا اخي لا حدا يستفز هذا المنتخب ولا يستفز الكرة المغربية. يعني جمهور الامارات هاتوا المغرب. هاي المغرب 3-0 عن جدارة واستحقاق الى نهائي كأس العرب. منظومة، أداء، فريق دفاعه قوي على الكونتراتاك، أطراف، استحواذ، كل شيء جميل في كرة القدم موجود في المنتخب المغربي. بيستاهلوا للأمانة. ونصيحة يعني للأردن والسعودية، إذا جماهير واحد منهم بيطلع النهائي ما يقول هاتوا المغرب. نصيحة مني لا حدا يستفز المغربي مشان ما يعطيك درس كتير كبير. والمغرب ما بيحكي، المغرب بيفعل بأرض الملعب. للأمانة منتخب رائع جدا، بيستاهلوا تأهل على منتخب ما سهل. منتخب الإمارات وهذا المنتخب الأول، والمغرب بالمنتخب الثاني. مبروك للجمهور المغربي، ديما مغرب بيستاهلوا. وأنا كنت متوقع أنه منتخب المغرب سيصل للنهائي وحتى يحقق لقب كأس العرب. وديما مغرب. أصدقائي كما شفتوا المنتخب المغربي فاز على المنتخب الإماراتي ب3-0 بالهدف الأول ديال البركاوي، وتم الحمد لله كملها ب3 أهداف. فالمنتخب الإماراتي بغى يفرض الإيقاع ديالو على المنتخب المغربي، ولكن المنتخب المغربي
بالاداره ديال طارق السكتيوي المدرب العظيم. انتصرنا على المنتخب الاماراتي ب3 أهداف ل0، وسكتنا دوك الجماهير اللي كانوا كيقولوا هاتوا المغرب هاتوا المغرب. وبهذا ان شاء الله حنا غادي نتقابلوا مع المنتخب الاردني في النهايه كما كان الحال مدربين المغاربه السكتيوي و جمال السلامي في اللي فاز فيهم. ان شاء الله غادي يكون لقب مغربي بطريقه او اخرى، لقب مغربي للمنتخب المغربي او لقب مغربي لمدرب جمال السلامي. أصدقائي إلى هنا كينتهي هذا الفيديو، كنتمنى منكم تدعمونا بلايك واشتراك وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد.